تعالوا بينا ندخل على أحداث فيلمنا الجديد واللي بتدور كلها داخل مبنى مهجور بتحصل فيه واحدة من أغرب وأشرس الرهانات، وهي مصارعة الكلاب. واللي بيحصل إنه فجأة بيقرر الكلب يقتل صاحبه والمدرب بتاعه بعد ما قرروا يتخلصوا منه. يا ترى اللي بيقرر صاحبه إنه يتخلص منه ومين فيهم اللي هيقدر يخلص على التاني؟ هنعرف كل ده، ولكن تعالى بقى ما أحكيلك القصة من أولها. الفيلم بيبدأ كلب صغير كان موجود في الشارع، بيقرر الشخص ده إنه يربي الكلب لحد ما يكبر، وبعد كده بياخده معاه على مدرب كلاب محترف عشان يشرسه ويدربه على المصارعة. ولما بيكون الكلب جاهز إنه ينزل رهانات بياخده صاحبه وبيروح بيه على مكان مخصوص لمصارعة الكلاب. ولما صاحب المكان بيشوف الكلب بيتريق عليه وبيقوله إنه مستحيل يكون الكلب ده قادر إنه يدخل أي مباراة، وده بالمقارنة مع الكلب الخصم واللي بيكون كلب روسي وزنه 35 كيلو. لكن بيقوله صاحب الكلب إنه متخصص في تربية الكلاب وبيطلب منه يختبر الكلب بتاعه، وبيكون الاختبار عبارة عن إنهم بيدخلوا كلبين في مصارعة مع بعض، والكلب اللي يعيش منهم يبقى هو الكلب الفايز. بيقدر الكلب إنه يهزم الكلب الروسي وبيموته، وبعد كده بياخدوا الكلب وبيودوه رهان حقيقي داخل مبنى مهجور، وبيكون الرهان قايم على إنه الكلب اللي يكسب صاحبه هيكسب فلوس كتير جدا. وبيدخل الكلب في مباراة شرسة جدا وغير عادلة مع كلبين من أشرس الكلاب الموجودة على الأرض. بيتهزم الكلب وبيخسر صاحبه الرهان، فبيقرر إنه يتخلص من الكلب، وده عن طريق إنه بيغرق جسمه بالمية وبيوقفه جوه حوض وبيخلي المدرب بتاعه يوصله بالكهرباء عشان يموتوه. بيفضل الكلب يقاوم المدرب لحد ما بيعور إيده، فبيضطر المدرب يسيب الكلب ويروح يجيب أي حاجة من بره عشان يعالج بيها إيده. ولكن بيفاجئ إنه الكلب لسه ما مات، وبيلاقيه واقف قدامه وبيهجم عليه الكلب وبيقتله. وفي خارج المبنى بنشوف عصابة وهم بيخبطوا بعربيتهم في المبنى، وبيبقى واضح إنهم هربانين من حد بيطاردهم. بيموت السواق وبينزلوا 3 أفراد غيره من العربية وبيدخلوا المبنى يستنوا جواه بشكل مؤقت لأنهم بيكونوا كلموا حد عشان يجي ياخدهم. فالحد ده بيقول لهم إنهم هيضطروا يستنوا في المبنى لحد آخر النهار لأن الشرطة بتكون موجودة في كل حتة. وبيكون في شاب صغير من ضمن أفراد العصابة دي بيكون معترض على إنه يستنى معاهم، وبيقول لهم إن كل واحد ياخد نصيبه ويمشي أحسن. بينفعل عليه واحد من أفراد العصابة واللي بيكون اسمه ستيسي، وبيقول له إنه مش هينفع حد منهم يخرج بره المبنى ده لأنه الشرطة. بيسيبهم الولد وبيروح عشان يدور على مية عشان بيبقى عايز ياخد جرعة المخدرات بتاعته. ولما مش بيلاقي مية في الحنفيات بيروح يدور في الدولاب اللي كان المدرب بيتعالج منه قبل ما يموت، لكنه بيسمع صوت فبيمشي وراه لحد ما بيلاقي الكلب وهو واقف جنب جثة المدرب. بيثبت الشاب في مكانه ومش بيبقى عارف يعمل ايه في الوقت ده. بيكونوا وقار وستيسي بيدوروا عليه، ولما بيلاقوه بيثبتوا في مكانهم هم كمان لحد ما بيقرروا انهم ينسحبوا واحدة واحدة من قدام الكلب. لكن الكلب بيبقى واخد باله منهم وبيجري وراهم وبيطاردهم، وقبل ما بيهجم عليهم بيقدروا انهم يدخلوا مكان ويقفلوا الباب عليهم. بيبقى مفيش قدامهم حل غير انهم يستنوا جوه المكان لحد ما يجي عليهم الليل والعربية اللي هتاخدهم تيجي. بيعدي شوية وقت عليهم وهم على نفس الحال، ولكن فجأة بيلاحظ ستيسي غياب الشاب عن نظرهم، ولما بيقوم عشان يدور عليه بيلاقيه خرج من فتحة جوه الحيطة عشان يدور على شنطته اللي فيها المخدرات. بالفعل بيلاقيها وبياخد جرعة المخدرات بتاعته. بيكون لسه ستيسي لسه بيدور عليه في الوقت اللي عربيات الشرطة بتكون وصلت للمكان وبدأوا يدخلوا المبنى عشان يفتشوه، لكنهم ما بيقدروش يوصلوا لحاجة ومش بيلاقوا حد فبيمشوا. في الوقت ده بيروح الشاب عند المكان اللي قاعد فيه وقار وستيسي وبترجاهم يفتحوا له الباب، ولما بيفتحوا له الباب بيهجم عليهم الكلب وبيعض الشاب الصغير. بعد كده بيجري ورا وقار ولكن بيشتتوا ستيسي فبيجري الكلب وراه، وبيفضل الكلب يطاردهم لحد ما بيروحوا على الشاب الصغير وبيسحبوه وبيعدوا من الفتحة اللي في الحيطة، ولكن بيكون الكلب برضه باصص عليهم. فبيخرجوا من المكان وبيدخلوا المكان تاني بيعالجوا جرح الشاب وبيفهموا من الأرقام اللي على الحيطة إن المكان ده لمراهنات الكلاب. وبنشوف وقار وستيسي وهم بيلفوا في المكان
من الزهق لحد ما بيدخلوا غرفة وبيلاقوا فيها فلوس كتير جدا. فبنفهم ان الغرفة ديت خاصة بصاحب الكلب وان الفلوس دي خاصة بالمراهنات. ولما بيرجعوا للشاب عشان يقولوا له على الفلوس اللي لقوها فبيلاقوا ان الشاب للأسف مات بسبب جرعة زيادة من المخدرات. بيكون وقار في الوقت ده بدأ يشتكي لانه حصل له كسر في الضلوع بسبب الحادثة اللي عملوها. ولما بيطلع ستاسي الموبايل بتاعه عشان يكلم الاسعاف بيمنعه وقار. فبيقول له ستاسي انهم كده مش قدامهم حل غير انهم يروحوا على جثة المدرب وياخدوا منه مفاتيح عربيته اللي مركونة في الجراج تحته ويمشوا. فبيقول له وقار يخلي باله لان الكلب ممكن يهجم عليه. بياخد ستاسي حديدة في ايده وبيخرج عشان يروح يجيب المفتاح. بيفضل ستاسي ماشي وهو قلقان وعمال يبص حواليه لان الكلب ممكن يهجم عليه فجأة. لما بيوصل عند المكان اللي فيه الجثة مش بيلاقيها فبيقرر انه يمشي وراء اثار الدم لحد ما بيوصل لغرفة وبيطلع ان الكلب جوه الغرفة دي. واول ما بيشوف ستاسي بيطلع يجري وراه. فبيجري ستاسي منه وبيطلع بسرعة من الغرفة وبيقفل الباب ولكن بيقدر الكلب انه يكسر الباب ويعدي منه وبيكمل جري وراه. ومش بيلاقي ستاسي قدامه حل غير انه ينزل من فتحة وبينزل الكلب برضه وراه من نفس الفتحة. وبيلاقي قدامه اتوبيس مهجور فبيستخبى فيه وبيقفل الباب عليه. ولكن بتكون حاسة الشم عند الكلب قوية لدرجة انه بيقدر يشم ريحته ويعرف مكانه وبيقدر انه يدخله من الباب الخلفي للاتوبيس. ولكن بيقدر ستاسي انه يخرج من الاتوبيس ويطلع على سطحه وبيفضل يجري على سطح الاتوبيس وبيدخل لمكان شبه المتاهة كده وبيكون الكلب لسه بيجري وراه. ولما مش بيلاقي مخرج بيقرر انه يروح يستخبى جوه البيانو الخشبي اللي موجود في المكان. ما بيقدرش الكلب يحدد ان كان ستاسي موجود جوه ولا لا. ولما بيقرر الكلب انه يمشي بيسمع صوت نقطة العرق اللي نزلت من ستاسي على الارض. فبيرجع وبيهجم على البيانو وبيكسره لحد ما بيقع ستاسي من جواه وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي ستاسي ان البيانو واقع فوق الكلب وده بيخلي الكلب مش قادر يتحرك. بيقوم ستاسي عشان يهرب بعيد عن الكلب لكنه بيلاحظ ان الكلب بيتألم. بيقرر ستاسي انه يساعده ويخرجه من تحت البيانو. ولما بيطلع الكلب من تحت البيانو مش بيعمل حاجة لستاسي وبيسيبه وبيمشي كأنه بيرد له الجميل. وبيرجع ستاسي عند وقار وبياخده وبيروحوا على العربية ومعاهم شنطة الفلوس. وقبل ما يركبوا بتيجي عربية صاحب الكلب وبينزل منها. ولما بيشوف شنطة الفلوس معاهم بيضرب عليهم نار وبيموت وقار. بيقدر ستاسي انه يهرب ويرجع جوه المبنى تاني وبيفضل صاحب الكلب يطارده وبيكون مفيش حل قدام ستاسي غير انه ينط في المية. وبيفضل صاحب الكلب يضرب عليه نار حتى وهو في المية. فبيكون مفيش حل قدام ستاسي غير انه يسيب شنطة الفلوس ويخرج من المية. وبسبب ان صاحب الكلب بيكون حافظ المبنى كويس بيكون عارف ستاسي هيخرج فين وبيروح وبيلاقيه وبيضربه بالنار في الوقت ده. وبيظهر الكلب وبيتفاجئ صاحبه بانه ما ماتش فبيقرر انه يطلع مسدسه ويقتله. وقبل ما بيعمل كده بيهجم عليه الكلب وبيعضه من رقبته. وقبل ما روح صاحب الكلب تطلع بيفضل يضرب في الكلب بالمسدس لحد ما هما الاتنين بيموتوا وبيموت كمان ستاسي وراهم. ونختم احداث قصتنا على كده. لو انت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعة في القناة وتفعل زر الجرس عشان تقدر تتابع كل اجزاء المسلسلات والافلام اللي هتنزل هنا على القناة. سلام.